السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب كلكم تبقوا بخير وانتوا بتشوفوني النهاردة. وحشتوني 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 من الفيديو اللي فات. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ المسلوقة وهنعمل لها تتبيلة مميزة، وهندخلها الفرن تتشوي، فهتبقى فراخ مسلوقة ومشوية في الفرن. وفي الحالة دي هنكون استفدنا من الفرخة، ان هي استفدنا منها ان هي الشوربة، وكمان استفدنا منها ان هي تبقى مسلوقة كده طرية ومتحمرة من بره. فاذا عجبكم الفيديو ده اعمل لايك، كمان لو اول مرة تشوفوني اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل جديد. الفرخة كان طعمها جميل جدا جدا جدا. انا عن نفسي بحب الفراخ المسلوقة، وولادي طلبوا مني ان هي تدخل في الفرن، فعملت لها بقى تتبيله مميزه جدا، خلى طعمها رائع، طعمها زي بتاع المطاعم بالظبط. وما شاء الله كان فيها بركه كده، والمناب حلو، وكمان طعمها حلو، والتتبيله ادتها كده طبقه كرانش من بره. ما خدتش وقت خالص في الفرن، يعني من سهولة التتبيلة ديت ومن حلاوتها ما خدتش وقت خالص، انجزت وسرعت معايا جدا جدا جدا. فانا اتبسطت من النتيجة جدا وحبيت اشارك معاكم الوصفة. طبعا وقبل شيء لو عايزين نشوي نسلق الفرخة في العموم، طبعا بنغسلها بدقيق ذرة وملح وليمون، وبنعصر ليمون كمان في الماء، وبنسيبها حوالي نص ساعة كده في الليمون ودقيق الذرة والملح، وتتغسل من قلبها من جوه من بره. دي اهم حاجة. وبعد كده بتبلها بالبصل عادي، بصلة صغيرة، وبغلي بقى المية، بحط فيها ورق لوري، حبهان، ملح، فلفل، بصلة لو عايزين، طماطمايه مبشورة او معصورة في الخلاط. وبكون متبلة مثلا الفرخة من قبلها بنص ساعة، نص ساعة كويس. وبحط كل التوابل دي في المية واسيبها لحد ما تغلي خالص. وبعدين بعد ما تبلت الفرخة بالبصل والملح والفلفل، ولازم تتملح كده عشان الصدر يبقى متملح وطعمه كويس، هحطها في المية تغلي لحد ما تستوي، وبعدين اطلعها واسيبها تبرد. مش تبرد يعني ان هي تسقع، لا، تبرد ان هي ايه، يعني تنزل السوائل اللي فيها كده وتهدى. جبت بصلة مبشورة عليها بابريكا، ملح، فلفل، السبع بهارات، رشة قرفة، بابريكا، هزود صويا صوص، هزود دبس رمان، هزود زعتر، هزود معلقة من الزيت، واقلب كل المكونات مع بعض. هزود عصير ليمون. تتبيلة مميزة 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 جدا. الزعتر خلاها جميلة، اكنها اكل مطاعم، اكل افراح، اللي هي اللي بنروحها ديت، اللي بيبقى فيها الاكل جميل جدا. وحطيت كمان صلصة طماطم. لو ما عندناش صلصة طماطم، دي صلصة الطماطم البيتي، هسيبها لكم في مقاديرها في صندوق الوصف. لو ما عندناش صلصة طماطم هنحط طماطمايه مبشورة او معصورة، وزودت كمان عصير ليمون. التتبيلة دي كانت جميلة جدا جدا جدا، خلت الفراخ طعمها حلو قوي. وزودت كمان زيت، وبقلب كل المكونات مع بعض، وبدهن الفرخة بالتتبيلة دي بعد ما تكون اتسلقت. احلى حاجة في التتبيلة ديت ان هي سريعة جدا. في تتبيلة عملتها قبل كده، بس ممكن تاخد وقت معانا في الفرن، فهي بصراحة عجبتني جدا. الصلصة مع الزيت مع الدبس مع بتاع اداها لون سريع جدا وفي اسرع وقت، يعني جاية ابص عليها لقيتها خدت لون سريع. بصراحة دي احلى حاجة بتعجبني، هي الانجاز والسرعة. يا ريت تجربوها وتقولوا ايه رأيكم فيها. من الحاجات الحلوة قوي اللي كمان خلت طعم الفراخ، الزعتر خلى طعم الفراخ طعم مطاعم، خلى طعمها جميل قوي. انصحكم ان انتوا تعملوها بالطريقه ديت، ان انتوا تسلقوا الفراخ وبعدين تشووها في الفرن. بحب الطريقه دي جدا، بس ساعات كنت بتكاسل عنها عشان خاطر
ان هي تقعد مدة طويلة في الفرن، وبالذات اللي عندهم اطفال ومستعجلين على الاكل. لا، الطريقة ديت جميلة جدا، مخدتش وقت في الفرن خالص، اتحمرت وبقى لونها جميل. كمان هتلاقوا فيه ورك كده مش عليه الجلد، ادى طعم اللحم. التتبيلة دي ادت اللحم طعم رهيب. يعني احنا بنسيب الجلد على اساس ان هو بيحافظ على اللحم وما يخليهوش ينشف في الفرن، بس يعني من سرعة التتبيلة دي ممكن تشيلوا الجلد وتحطوا التتبيلة على طول على اللحم عشان تستمتعوا، يعني اللحم كله يبقى متبل ويبقى طعمه حلو كده وانتوا بتاكلوه. وده شكل الفراخ بعد ما طلعت اهيت، شايفين جميلة جدا جدا جدا، وما خدتش وقت خالص في الفرن، ودي احسن حاجة في التتبيلة ديت. لو ما عندنا صلصة بيتي ممكن طبعا نحط صلصة معلبة. ما عندنا صلصة معلبة يبقى طماطمايه هتكفي الغرض وهتبقى جميلة. وانا عملت التتبيلة على الصينية عشان يبقى تحت الفراخ كمان واخد من التتبيلة وما نوسخش مواعين كتير. بصراحة عجبتني قوي، يعني هتبقى طريقتي المعتمدة لشوي الفراخ بعد ما الفراخ هسلقها. كمان في التتبيلة ديت هقولك ازاي تخلي طعمها حلو قوي. كمان ممكن تشيلي الملح وتحطي مكعب مرقة دجاج، بتبقى حلوة برضو، بتخلي طعمها غني، بتخلي طعمها غني جدا. لو انتوا اصلا من الناس اللي بتحب مرق الدجاج ما بتحبوهاش خلاص، زي ما قلتلكوا المقادير. هنحط الملح وهنشيل مكعب مرقة الدجاج. الفراخ كانت جميلة جدا جدا. واذا عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك، كمان لو اول مرة تشوفوني اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.